بيبدأ الفيلم بولد بيخرج من بطن الأرض اسمه بيتر، وبنعرف إن ده جزء من التدريبات القاسية اللي بيتدربها، والمعلم بتاعه اسمه الشامان بيدربه على أعلى مستوى علشان يقدر يرجع حقه وينتقم من الست اللي قتلت أهله واللي بيكون اسمها هيلدا. وبنعرف إنها حكمت المدينة اللي كان عايش فيها بيتر، وبتقتل أي حد يقف قصادها لدرجة إنها بتعمل عيد رسمي كل سنة عشان تقتل أي حد بيعترض على حكمها. وبنرجع تاني لبيتر اللي بيتعامل أسوأ معاملة، والمعلم بتاعه بيطلب منه يقرا كتير عشان يزود نسبة تركيزه، لكنه بيسرح بخياله وبيفكر في أخته الصغيرة وهم بيفطروا مع بعض. وفجأة بيجي الشامان ويرش في وشه دخان علشان ما يسرحش بخياله. وتاني يوم بينزل السوق وفجأة بيقابل ظابط، لكن قبل ما يقول أي حاجة بيديله ورقة يقول له إنه ما بيسمعش ولا بيتكلم، فبيسيبه يمشي. وأثناء ما بيتمشى في المدينة بيشوف أخته في كل مكان، وده لأنه كان متعلق بيها جدا. والشامان بيكمل تدريب بيتر وبيزود جرعات الدخان، واللي بيكون الهدف منها هو نسيان الماضي. لكن بيتر بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يقدر يرجع حقه، وده بالرغم من التمرين اللي بيزيد كل يوم. وبيبدأ بيتر يتخيل حاجات غريبة لدرجة إنه مبقاش عارف دي حقيقة ولا خيال، وده طبعا بسبب الدخان اللي بيرش عليه الشامان. ومع الوقت بيكبر بيتر ويبقى حاسس إنه يقدر ياخد حقه، والشامان بيعمل له اختبار عشان يتأكد إذا كان مستعد ياخد حقه ولا لأ. وده من إنه كان هيتفوق على الشامان لكنه بيفتكر أخته، وده اللي خلى الشامان يتغلب عليه وقال له إنه مش مستعد ياخد حقه ولازم يكمل تدريب. وتاني يوم بينزل السوق وبيقابل بنت جميلة بتديله وردة، لكن لما بيفتكر إن النهارده عيد الغربلة بيرمي الوردة على الأرض. والناس كلها بتخاف لما بيجي جيش هيلدا عشان يجمعوا الشعب. وبيتر بيشوف أخوه هيلدا وبيفتكر إن هو السبب في موت عيلته. وبعد كده بنشوف جيلين وهو نازل من العربية، وده يبقى جوز كيلاني أخت هيلدا الصغيرة والمتحدث الرسمي لهيلدا. وبعد ما بيخلص خطاب بيستعد عشان يخلص على واحد وأسرته، لكن في واحدة بتزعق له بسبب اللي بيعمله، فبيخلص على واحد من الشعب، والشعب كله بيكون عايز ينتقم منه. فبيستدعي الجندية جون، ودي عاملة زي آلة الحرب تمام، تقتل أي حد يقف قصادها مهما كان. وبيتر بيتعصب بسبب اللي حصل، لكنه قبل ما يتدخل بيجي الشمال ويمنعه ويقول له إن ده مش الوقت المناسب. لكن بيتر بيعاود ويقول له ده أنسب وقت عشان ياخد حقه. وبيركب في شنطة العربية عشان يوصل للمكان اللي هيلدا موجودة فيه، وبينجح إنه يدخل القصر وبيتفاجئ بأخته اللي بتظهر وتتكلم معاه. وقبل ما تصرخ بيهديها، وبيتخيل ان في عربيه تخبطها فبيروح على طول عشان ينقذها. وبسبب اللي حصل ده جيلين شافه وامر رجالته انهم يخلصوا عليه. وبنشوف بيتر وهو بيضربهم زي العصافير، وفجاه بيتحول لآلة حرب ومفيش حد بيقدر عليه. لكن بيلاحظ ان في واحد مربوط فبيروح عشان ينقذه، وبيعرف ان الشخص ده اسمه باشو وعارف مكان هيلدا وعايز ينتقم منها. فبيتر بيفكه ويكمل حرب مع الجنود. وفجاه بيظهر جيلين وباشو بيضرب عليه نار عشان يقدر يمسكه. وبعد ما بيعترف على مكان هيلدا باشو بيخلص عليه. وبعد كده باشو بياخد بيتر للمكان اللي فيه رجاله المقاومه، لكن بيتر بيتصدم لما يعرف ان كلهم ماتوا ما عدا واحد اسمه بيني. وبيعملوا خطه مبنيه على مهارات بيتر القتاليه، بس بيتر ما بيكونش فاهم اي حاجه لانه ما بيسمعش، فبيضطروا انه يوافق. ولما بيوصلوا للقصر بيخلصوا على كل الطباخين ويشتغلوا مكانهم عشان ما حدش يشك فيهم. واول ما بيتر بيشوف هيلدا بيكون عايز يخلص عليها، لكن لسوء حظ اخته بتظهر له تاني، فبيقرر انه يروح المطبخ ويخلص على كل الموجودين هناك لحد ما بيوصل لهيلدا ويخلص عليها. لكن بيكتشف ان دي كلها خدعه عشان يعرفوا مين اللي عايز ينتقم من هيلدا. وفي لحظه بيتر بياخد السلاح من جايد عشان يخلص عليه، لكن قبل ما ده يحصل جون بتوصل وتضربه وبتدخل معاه في حرب. وملاحظ ان جون عندها مهارة عالية في القتال وتكون على وشك انها تخلص عليه. لكن قبل ما ده يحصل بيتر بيشيل خوذه وبيكشف عن وشها الحقيقي. وقبل ما يخلص عليها اخته بتظهر له تاني، وجون بتستغل الفرصه وترميه من الدور التاني، والحراس بيقبضوا عليه. وبعد ما فات بيحققوا معاه عشان يعرفوا هو مين وايه اللي جابه هنا. وفي نفس الوقت ده بيتر بيفتكر الماضي القديم واللي بسببه كان اخرس وكمان ما بيسمعش. ولما بيفوق جون بتضربه علشان يعترف على نفسه، وبتبقى عارفه ان الشامان هو اللي ضربه وعايزه تعرف مكانه. لكن بيتر بيرفض يديها اي معلومات، وده اللي بيخليها تتعصب وعايزه تخلص عليه. لكن جايد بيوصل في الوقت المناسب وبيقول لها انه عايزه حي عشان يستجوب بطريقته. ولكن بعد طول انتظار ومحاولات عديده ما بيقدرش يخرج منه بمعلومه مفيده. بيقول له هو كمان زهق من موضوع الغربله، وهيلدا ما بقاش عندها اعداء وطول الوقت مستخبيه في الجحر بتاعها، وده بسبب خوفها من الشمال. فبتدخل كيلاني وبتأمر انهم يعدموه في الغربله، ولكن جون بتعارضها وبتقول لها ان في كاميرات بتعرض كل اللي بيحصل للشعب. فميلاني بتقول لها ان هي اللي بتدير البلد بعد ما هيلدا جالها مرض نفسي بسبب خوفها من الشمال. فبتضطر جون انها تنفذ الاوامر، وبيربطوا بيتر في نص الحفله مع اعداء هيلدا عشان يخلصوا عليهم. وهيلدا بتظهر علشان تقول خطابها قبل ما الحفله تبدا، لكنها بتتوتر بسبب مرضها النفسي، فبترفع سلاحها على الحضور والشعب كله بيخاف. لكن ميلاني بتهديها، وبيبدا العرض وجنود هيلدا بيتنكروا ويقتلوا كل اعدائها. وبنلاحظ ان جايد مدي لبيتر سكينه عشان يقدر يفك نفسه ويهرب، فبيستغل الفرصه عشان يخلص على هيلدا، لكنه بيتكهرب بسبب الطوق اللي في رقبته واللي بتتحكم فيه ميلاني. وبعدها الجنود بياخدوه عشان يقطعوا راسه، لكنهم بيتفاجئوا ان الراجل المقنع اللي هيخلص عليه هو نفسه اللي بينقذه، لان الراجل ده يبقى باشو صديق بيتر. وعلى طول بيفكوا الطوق من على رقبته وبيستعدوا للقتال بعد ما بيني وصل. والمكان بيبقى عباره عن مذبحه بني ادمين،
وجايد بيكون مبسوط من اللي بيحصل لانه ضد اللي اخواته بيعملوه. فميلاني بتعرف ان جايد هو سبب الخيانه فبتضربه وتروح عشان تخلص على بيتر اللي بيكون السبب في موت رجالتها، لكن للاسف بتفشل لان بيني بينقذه في اخر لحظه وبياخد الطلقه مكانه. وبعد موت بيني بيتر بيفقد اعصابه على الاخر وبيقبض على ميلاني ويحطها قدام الكاميرا وبيخلص عليها بطريقه بشعه جدا، وده بسبب الجرائم اللي عملتها طول السنين اللي فاتت. وبيتر بيلاحظ ان بيشو اتصاب فبيساعده عشان يوصله لهيلدا، واول ما بيوصلوا بيكون في مجموعه من الجنود فبيفتكر الماضي الاليم اللي عاشه طول السنين اللي فاتت وبيخلص عليهم بطريقه بشعه جدا. لكن بيلاحظ ان بيشو مات لانه ما قدرش يستحمل الالم، وفي نفس الوقت ده بيشوف جايد قاعد على الارض متصاب بسبب خيانته لميلاني، فبياخد منه كارت الاسانسير عشان يوصل لهيلدا وبيخلص عليه. واول ما بيركب الاسانسير هيلدا بتشغل كاميرا المراقبه الموجوده وبتقول له ان في جنود مسلحين مستنيين عند البوابه عشان يخلصوا عليه. لكن بيتر ما بيهتمش بكلامه وبيوريها رسمة أخته، ولما هيلدا بتشوف الرسمة بتتصدم وتقفل الكاميرا. ولما بيتر بيوصل عند البوابة جون بتقول إنه هيلدا عايزة تتكلم معاه، لكنه بيتصدم لما بيوصل عند هيلدا وبيشوف صورتها مع عيالها واللي هم بيتر وأخته، وهيلدا ما بتكونش مصدقة إن ابنها لسه عايش فبتجري عليه وتحضنه. ومن هنا بنعرف ان الشامان كان بيعمل غسيل مخ لبيتر وقدر يقنعه ان هيلدا هي اللي قتلت عيلته، لكن في الواقع هيلدا تبقى امه الحقيقيه. وزمان في حفله من الحفلات اللي بتعملها هيلدا كل سنه كان بيتر لسه طفل والشامان قتل ابوه، وده اللي خلى هيلدا تجبر بيتر انه يمسك المسدس ويخلص على عيله الشامان كلها. وبسبب توتره الشامان قدر يخطفه ويهرب بيه ويخلي اللي يقدر يسمع ولا يتكلم، وبسبب الدخان اللي كان بيرش عليه قدر يقنع انه هيلدا اللي موتت عيلته وان لازم يقتلها. لكنه بيتصدم اكتر لما يعرف ان جون تبقى اخته الصغيره، وبسبب انه مش قادر يستوعب الحقيقه هيلدا بتؤمر جون انها تخلص عليه قبل ما هو يقتلها. واثناء ما جون بتنفذ الاوامر بيتر بيفكرها بالحركه اللي كانوا بيعملوها زمان وهم صغيرين، وبدل ما تقتل بيتر قتلت هيلدا، والكل كان مصدوم من اللي حصل وهجموا عليهم، بس جون وبيتر قدروا انهم يتحدوا مع بعض ويخلصوا على كل الجنود والمكان اتحول لمجزره، والاخوه التنانين بياكلوا بكل وحشيه وجراءه. لكن للاسف الشديد عدد الجنود بيزيد بشكل مريب فبيضطروا انهم يهربوا في الاسانسير، وبعد القتال والعظمه اللي شفناها التعب اتمكن منهم. ولما بيتر بيخرج من الاسانسير بيلاقي الشمال مستنيه فبيقول له انه خلص عليهم، والشمال بيطلب من بيتر يخلص على جون لكنه بيرفض، وجون بتتعصب وبتكون عايزه تنتقم من الراجل اللي قتل ابوها فبتهجم عليه بكل قوتها، لكن الشمال بيكون اقوى منها فبيغلبها. وقبل ما يقتلها بيتر بيضرب الشمال وبينقذها، والاتنين بيتحدوا مع بعض من تاني علشان يخلصوا عليه ويرتاحوا منه. والمعركه بينهم بتكون قويه جدا ومحدش بيتغلب على التاني، واقل ما يقال على هذه المعركه صراع التنانين. وبسبب انهم تعبوا من الحرب طول اليوم الشمال بيكون اقوى منهم وبيضربهم بكل قوته وبكل الطرق في اماكن اصابتهم علشان ما حدش يتغلب عليه، لدرجه انه بيضرب بيتر بضربه قويه جدا وبسببها بيغمى عليه، وبيهجم على جون بكل عنف وشراسه وبيضربها في الخوذه ولحد ما بتتكسر، لكن جون بيتقاوم على قد ما تقدر لحد ما بيتر بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها وبيهجم على الشمال بكل شراسه وعنف، وبالرغم من التعب اللي هو فيه بيستحمل ضرباته عشان ينتقم لاخته، وبيقدر انه يتغلب عليه ويوقعه على الارض، وبيضربه بالسكينه في قلبه وبعدها بياخد اخته عشان يعالجها وبيعيشوا حياتهم الطبيعيه. وبيخلص الفيلم على كده يا صديقي، ما تنساش بقى الله يكون متابعه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده. سلام.